شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي انستجرام، وأثارت فيفي عبده الجدل بإطلالة جريئة مرتدية طب باللون الأسود بصيحة القب مكشوفا من منطقة الصدر، ونسقت معه بنطلونا تايجر شيفون باللون الأسود والبني. يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده هو مسلسل شغل عالي الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي. فيفي عبده من مواليد 26 أبريل عام 1953، راقصة شرقية وممثلة مصرية، ولدت لأب يعمل صول شرطة. بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حيث عرضوا فكرة عملها في مجال الرقص. تزوجت في سنة 1975 من رجل أعمال يدعى كمال مجاهد، وأنجب ابنتهما الكبرى عزة، وبعد انفصالها عنه تزوجت عدة مرات. وفي سنة 1987 تزوجت زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدويري، وأنجبت منه ابنتها هنادي. شاركت الفنانة بوسي جمهورها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تألقت بفستان مطرز بالكامل باللون البني والبترولي من قماش الشيفون المكشوف ذات الأكمام الواسعة كاشفة عن أناقتها المعهودة. وحظيت إطلالة بوسي بتفاعل كبير من قبل جمهورها الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بجمالها وأناقتها من خلال التعليقات الإيجابية التي انهالت على صورها. بوسي الاسم الحقيقي ياسمين محمد شعبان، ولدت في 1 سبتمبر 1981، مغنية شعبية وممثلة مصرية، ولدت في القاهرة، وبدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم يا دنيا، ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل، وانطلقت بقوة في تمثيل الأفلام، وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات. وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق